كده صور. ماشي يلا نقول بقى. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود عليكم بخير يا رب، ويجعلها سنة مبروك عليكم. وجات لكم دلوقتي شوية ملوخية، حاجة بسيطة على بابور الجاز. ربنا يسترها معاكم ويخليكم، وانتوا وحشيني، وربنا ما يحرمني منكم ويخليكم لي يا رب. انا هعمل شوية ملوخية على بابور الجاز، ومعاهم قرنين شطة كده حلوين عشان يحرقوا. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يخليكم لنا يا رب، وينجح مقصودكم وينجح عيالكم، ويكون شر البلاوي ويسترها معاهم، وحتى نحرموش منهم يا رب، ويخليكم لهم. كل سنة وانتم طيبين. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الحاجة في اللايك. كل سنة وانتم طيبين، خليكم معايا. هعمل شوية ملوخية على البابور الجاز. كل سنة وانتم طيبين. ملهاش موضوع تاني الخلطة دي. في ناس بيعملوها في الخلاط، كبة خلاط كبة، وفي ناس بيعملوها بس بتبقى مش كويسة. لكن أحلى حاجة وعلى طريقة الفلاحين هي التخريط المخرطة كده. لكن البنادر والناس اللي على فرنجة بقى بيعملوها في الخلاط في الكبة. احنا بقى الطريقة القديمة، طريقة والدتي ووالدتك وستي وستك وربنا يخليك لهم. المخرطة دي خراطة هي كل حاجة. المخرطة دي أهم شيء. نعانوا يعني للسنة للسنين. المخرطة دي من سنين ما كانتش كده، ده كده متطورة اهي بتاعة. كانت الأول حتة حديد بتتعمل عند الحداد. بتنعمل عند الحداد، ومطبقة من هنا ومن هنا، ومعمولة منها زي اهي كده. لكن دلوقتي شوف متطورة، لها ايد بلاستيك زي السكينة، ولها سن حامي. كان الاول بقى حديده، وبيعملوا لها ايد من هنا وايد منها فيه. كانت بتندق عند الحداد الاول زمان. كانت تندق عند الحداد زمان. صنعها زي المنقاره، زي اي حاجه يعملها عند النجارين الحدادين. وفي بقى اللي يروح يقول له اعمل لي بتحمل زي السكينه بالظبط. وفي ناس يروحوا يقولوا له احنا عاملين المخرطه دي عند الحداد، يركب لنا لها ايد. كانوا بيركبوا لها ايد بقى، يعملوا لها ايد كده. ايد خشب. ايد خشب لف كده ويخرطوا بيها. لكن دي موضه جديده، موضه بتاعت الايام اللي احنا فيها دلوقتي. خفيفه كمان، دي كانت تقيله. دي كانت رزغه، دي كانت تقيله خالص، حديد. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يخليكم. والفجأة دي متاه، مؤاخذة عن الكلمة، الفجأة دي متاه. أحلى حاجة الحاجة الروايح الحلوة ديت بتاعت زمان، حلوة وبتدي طعم، في كل حاجة. الشطة المقلية على البابور، البطاطس المقلية على البابور، كل حاجة بتبقى حلوة على البابور الجاهز. حاجة الشعبية حلوة. الفلاحين عيش الفلاحين. دلوقتي بقى البوتاجازات شغالة، اللي بالغاز واللي بأنبوبة لكن أنا مطي على أيام أمي وأبويا زمان، متعودة على كده. ستي وعمتي وجميع وأهلي كلها كانوا كده. عامة المخرطة تكلمي برضك المتابعين، تقول لهم كتر خيركم على وقفتكم معانا. يا رب يخليهم ويسترها معاهم، وعلى وقفتهم جنبي ومتابعتهم لي، ويقولوا لي انتوا وحشتوني، وانا بقول لهم انتوا توحشوني. وربنا ما ينقص منكم احد، ويخليكم لي ولعيالكم، وما ينقص منكم احد يا رب، ويكفيكم شر البلاوي وينجحهم، وتشوفوا فيهم الحلو كله، وتشوفوا بعيالكم الخير والسعاده، وما ينقص منكم احد، ويكفيكم شر البلاوي. طبعا عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك، وخليكم معانا عشان هنعملوها على انا هعملها على بابور الجاز. هقوم دلوقتي بابور الجاز اهوت،
عشان ما اطولش عليكم. ما رضيتش اولعه دلوقتي عشان الحر وكده. جو الحر. هخلص التخريط واولع البابور واعملها وهتشوفوني. كل سنه وانتم طيبين وما تستنوش في اللايف. ربنا يرجع تقرب الشكر ويعافيك ويشفي كل مريض. ربنا يشفي كل مريض يا رب. ربنا يشفي كل مريض ويرزقكم ولد حلال يا رب العيال. دلوقتي بقلب فص الثوم، احط معلقه صلصه عليه وازوده ميه ويغلي واروح ضايفه الملوخيه. وتمشي في اللايك. ربنا يبارك لكم ويرد عليكم بخير. كل سنه وانتم طيبين يا رب. يرد عليكم بخير يا رب. اللهم صل على النبي. وعلى قد لحافك مد رجليه. صلصه اهو. الرئه دي صلصه على فكره. دي شطه مش هكتر منها عشان هي شطه مطحونه ومغليه.
حلوة يعني. يعني اللي بيحب الشطة ياكل منها، واللي ما بيحبهاش يحاول ياكل منها بسيط كده يعني عشان تمنع أمراض كتير. اللي ما بيحبش الشطة يا جماعة يحاول ياكل حتة كده كل ما ليه؟ بتمنع أمراض كتير أوي والله. اللي ما بيحبهاش ياكل بسيط يعني على قد نفسه. احنا كده غدا سوا دول وحط ودوده ميه تغلي. خليكم معايا واجيب الملوخيه وهي تغلي. خليكم معايا. عجبكم الفيديو ما تنسونوش في اللايك. احنا ممكن نزودها شوربه بس ما عندناش شوربه النهارده. سلام طيب. الحمد لله. يعني ممكن نزودها شوربة لحمة، شوربة بط، شوربة أرانب، لكن احنا ما عندناش النهارده لحوم. الاسعار غاليه. وعلى قد الحبك مد رجليه، وكله نعمة، كله نعمة من عند الله. اللي ياتيكوا كلوا منه واحمدوا ربنا واشكروه، واشكروه واحمدوا ربنا. كل سنة وانتم طيبين. وانا قايله لكم مش جايه لكم غير لما اعمل كل حاجات كده ايه بسيطة على قد. كل سنة وانتم طيبين وربنا يوسع عليكم ويرزقكم رزق عين. البال ويكفيكم شر المرض وما اطولش عليكم. كل سنة وانتم طيبين وما تنسونوش في اللايك والشير. ربنا يخليكم يا رب ويسترها معاكم. يا حبايبي الملوخية هي خرطيه هسقطها هنا دلوقتي. الملوخية تاخد لها غلوة وأقللها فص الثوم. وألف هنا وشفا اللي ياكل. كل سنة وانتم طيبين وأشوفكم على خير. كده هنزلها وأقللها فص الثوم.